اذا غنحاول نشرح هذا الشيء نعاود واخا حنا ديجا هنا غنحاول اننا نشرحوا مضمون هذا الدرس هذا انطلاقا من واحد العدد ديال المفاهيم. غنبداو بالمفهوم الاول هو الامبرياليه. الامبرياليه راه شرحناها، هي الحركه الاستعماريه التوسعيه والتي اشتهرت في اوروبا خلال القرن التاسع عشر. اذا هي حركه استعماريه، يعني احتلال واستعمار بلد قوي لبلد ضعيف. وهذه الامبرياليه تزعمتها دول اوروبا غربيه، خاصه فرنسا وبريطانيا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا ودول اخرى. لكن القوتين الكبريتين بالاحتلال هي فرنسا وبريطانيا. امتى بدات هذه الحركه الاستعماريه؟ في القرن التاسع عشر. شنو هو السبب في انطلاق الحركه الامبرياليه؟ هو ازدهار الراسماليه، يعني اوروبا ولا عندها اقتصاد قوي، ولا عندها موارد، ولا عندها انتاج. هذا الانتاج وهذه القوه هذه جعلها تحتاج الى مزيد من الموارد. يعني الشيء اللي عندنا من الموارد لم يعد كافيا. غنبدا دابا بالنسبه للمبررات. عندنا المبررات وعندنا الدوافع. بالنسبه للدوافع، الدوافع هي الاسباب. شنو اللي خلى الدول الاوروبيه تستعمر الدول افريقيا ودول اسيا؟ الدوافع الاولى هي الدوافع الاقتصاديه. اذا شنو هو الدوافع الاقتصاديه؟ هي الحاجه الى المواد الاوليه. اذا هنا غنشوفوا دوافع اقتصاديه، البحث عن المواد الاوليه والاسواق لتصريف فائده الانتاج الصناعي ورؤوس الاموال. وهما تحتاج المواد الاوليه بحال الحديد، بحال النحاس، بحال المعادن الاخرى اللي هي ضروريه باش تستمر الصناعه ديالهم. هما تيصنعوا السيارات، تيصنعوا المنتجات، خصهم المواد الاوليه وخاصه المعادن. خصهم ايضا اسواق لتصريف فائده الانتاج. الدول الاوروبيه والتي تنتج واحد الكميه كبيره من السلع، لم تعد الاسواق الاوروبيه قادره انها تشتري كل هذه السلع، وبالتالي هي خرجت من اوروبا بحثا عن اسواق اخرى خارج القاره في افريقيا وفي اسيا. اذا تريد ان تصرف فائده الانتاج، ثم فائده الانتاج الصناعي وفائده الانتاج المالي. ثم عندنا دوافع بشريه، تهجير الفائض السكاني. اوروبا عرفت واحد النمو سكاني كبير في هذه المرحله، والمساحه ديال اوروبا صغيره، لم تعد قادره على استيعاب ذلك العدد من السكان، وبالتالي الاوروبيين باغيين يتخلصوا من جزء من هذاك السكان في دول اخرى. ثم دوافع سياسيه، رغبه بعض الدول الاوروبيه في توسيع نفوذها، يعني المساحه ديال الدول الاوروبا صغيره، وبالتالي باغا توسع تلك المساحه وتزيد في النفوذ ديالها. ثم عندنا دوافع استراتيجيه، استعمار مناطق ذات موقع استراتيجي تجاري وعسكري. مثلا ملي فرنسا واسبانيا استعمرت المغرب، لان المغرب يتميز بواحد الموقع جغرافي متميز، منفتح على البحار، قريب من اوروبا، منفتح على اسيا، منفتح على افريقيا، منفتح على امريكا، وبالتالي هذا كله موقع استراتيجي تطمع فيه اي دوله قويه، خاصه الدول العظمى. ثم عندنا المبررات. شنو هو الفرق بين الدوافع والمبررات؟ الدوافع تكون اسباب حقيقيه، المبررات تكون اسباب غير حقيقيه، غير هي اعذار دارع، يعني ذريعه باش انه يستعمرك. يقول لك ودي انا باغي نستعمر واحد السبب، ولكنه سبب غير حقيقي. المبرر الاول هو الحفاظ على امن اوروبا. يقول لك انهما دول اوروبا مهدده في امنها، وبالتالي باش تحافظ على الامن ديالها خصها تستعمر افريقيا وتستعمر اسيا، ولكن هو غير مبرر. المبرر الثاني نشر الحضاره الاوروبيه واخراج العالم من التخلف. يعني هما تيقول لك شنو من يستعمروا افريقيا ويستعمروا اسيا؟ الهدف ديالهم انهم يوصلوا الحضاره والتطور لدول اسيا ودول افريقيا، يعني هما باغيين يديروا فينا الخير. ثم ايصال العلم او اخراجنا من التخلف، لان احنا دول وشعوب متخلفه همجيه، هما جايبين من العلم والتكنولوجيا والتطور. ثم التفوق العنصري والمسيحيه. الاوروبي اللي استعمر الدول الاسيويه والافريقيه تعتبر الانسان الاوروبي نفسه اعلى مكانه من باقي الشعوب ديال العالم، وهذا تنطلق من منطلق عنصري. هما عنصريين تيشوفوا العنصر احسن منا. ثم نشر المسيحيه، مبرر اخر تيكون حنا استعمرنا افريقيا واستعمرنا اسيا، الهدف ديالنا ان نشروا الدين المسيحي. ثم حمايه البعثات العلميه والجغرافيه، يعني هما كيرسلوا علماء تيجيو لافريقيا وتيجيو لاسيا للبحث، فتيقول لك حنا استعمرنا اسيا وافريقيا باش نحميو هذوك العلماء ديالنا. اذا ثم عندنا مظاهر الحكم الامبريالي في المستعمرات والقوات الامبرياليه. اذا عندنا امتداد السيطره الامبرياليه وتوسعت في القرن التاسع عشر، وغطت مجالات جغرافيه في كل من افريقيا واسيا واستراليا وامريكا.
ونتج عنها قيام امبراطوريه استعماريه تتحكم فيها قوى كبرى مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا. هاد فرنسا وبريطانيا تحديدا استعمرت اكثر من نص ديال افريقيا ونص ديال اسيا. ولات عندنا امبراطوريات استعماريه كبرى، حيث عملت من خلال المؤتمر باريس 1985 على تقسيم مناطق الهدوء وفيما يلي بعض اشكال السيطره الاستعماريه. لما خذوا واحد الاجتماع في مدينه برلين اللي عاصمه المانيا، اتفقت الدول العظمى على انها تقسم العالم فيما بينها، يتسمى مؤتمر برلين 1885. مزيان. ثم عندنا اشكال الاستعمار. اشكال الاستعمار اذا عندنا 4 ديال الانواع. عندنا استعمار مباشر اللي هو الاستيطان، بحال هذاك اللي كان في الجزائر وجنوب افريقيا. الاستعمار غير مباشر كيتسمى الحمايه، بحال هذاك اللي كان في المغرب. مزيان. الدومينيون هو نظام اوجدته بريطانيا مستعمراتها التي تحتفظ باستقلالها الذاتي مع ارتباطها بالتاجيل البريطاني بحال كندا بحال استراليا. ثم الانتداب ونظام اقرته عصبه الامم بعد الحرب العالميه الاولى، وضع ممتلكات الدول المنهزمه تحت سيطره الدول الاوروبيه المنتصره بحال العراق وسوريا. اذا ديك الساعه تجي عصبه الامم اللي قبل ما تكون الامم المتحده تشد شي دوله ضعيفه تتسلم هذه الدوله قويه بحجه انها لا تستطيع ان تسير امورها، وبالتالي تتكلف واحد الدوله قويه تسير لها امورها حتى تستطيع هي ان تسير شؤونها. مزيان. اذا هو هذا تقريبا الامور الاساسيه في هذا الاطار. وبالتالي غنشوفوا دابا الاحتلال الفرنسي للجزائر. غنشوفوا مثال نموذج ديال التوسع الاستعماري اللي هو الاحتلال الفرنسي للجزائر. الاحتلال الفرنسي للجزائر تم سنه 1832 واستمر هذا الاستعمار حتى سنه 1962. ومن اهم دوافعه السيطره على المعادن ديال الجزائر والثروات ديال الاقتصاديه والموقع ديال الاستراتيجي خاصه المنفتح على البحر والاموال وثروات اخرى. من هذا هدف اقتصادي. ثم كاين اهداف اخرى سياسيه وعسكريه. ثم شنو هو المبرر باش بررت فرنسا الاستعمار ديال الجزائر؟ هو حادث المروحه. واحد النهار دخل القنصل الفرنسي في الجزائر على الداي حسين اللي هو الحاكم ديال الجزائر، دخل عليه في قصره وبدا يستفزه بالكلام غير محترم، فغضب الداي حسين فضربه بمروحه الرياح. واحد اللي تساهم في تهويه الجو في فصل الصيف كيستعملوها الناس الاغنياء. فحين كان كيدير هكا فحينما غضبه القنصل ضربه على وجهه. فالفرنسيين يدعون بانهم غضبوا لسمعه قنصلهم فهاجموا على الجزائر واستعمروها وبدا الاستغلال ديال الجزائر. هذه تقريبا الامور الاساسيه في هذا الدرس هذا باختصار. كملوا الجزء التالي.